قبل الحديث عن نموذج التنمية يجب التطرق أولا إلى التقسيم الإداري للبلاد أو للدولة. التقسيم الإداري يعني شنو المقاييس المحددة لتقسيم إداري معين؟ ناخذ الحالة التونسية قبل. التقسيم الإداري كان يعني المقياس الأساسي تاعو المقياس السياسي، وناخذ حالتين يعني مختلفين اللي هو سبيطلة اللي هي كانت ولاية مش بورقيبة نحاها من أنها تكون ولاية، والمستير ما كانتش ولاية كي جا بورقيبة ولات ولاية. ثم برشا يعني عديد يعني الحالات الأخرى ماهيش واضحة للعيان، ولكن المستير وسبيطلة ينجموا يعطوا يعني فكرة على كيفية التقسيم الإداري اللي كان ساءت يعني في المرحلة الفارطة، اللي هو بالأساس هو تقسيم ينبني على أسس سياسية بالأساس. ولكن التقسيم الإداري الجديد للبلاد ولأحداث تنمية مستدامة وتنمية شاملة تحقق توزيع عادل للثروة بين كافة أفراد الشعب بمختلف يعني فئاتهم، بمختلف جهاتهم، بمختلف تطلعاتهم، بمختلف يعني الطبقات الاجتماعية الموجودة. هذه يعني التقسيم هذا لازم يكون ينبني على حاجتين أساسيين. أولا الجانب الاقتصادي، والتقسيم الإداري يجب أن يخضع لمقاييس أيضا اجتماعية تاريخية بالأساس. إذا كانت نجم تكون يعني في وضع تاع ثورة، في حكومة ثورية، في حاجة لازم بنموذج تنمية جديد يلزم إعادة تقسيم إداري ينبني بالأساس على الاقتصاد أو المتطلبات الاقتصادية لكافة الجهات من شارع، والمتطلبات الاجتماعية والتاريخية من شارع آخر. وما نحبوش نعاودوا المأساة اللي وقعت فيها أو الكارثة اللي وقعت فيها سبيطلة. كانت هي عاصمة من عاصمة يعني بروفانس عمان في دروبي عمان، بعد ولد منطقة من مناطق الظل اللي موجودة يتوا في الجمهورية التونسية. السلام عليكم.